بصوا بقى يا جماعة، لو بتحبوا زي الفراخ المشوية وما عندكمش شواية جريل او شواية على الفحم او على الكهرباء زي حالاتي، تعالوا بقى نعمل شواية في فرن البوتاجاز وهتطلع احلى من بتاعة الكهرباء كمان او بتاعة الفحم. هنتبل الاول الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، ده بصل وقرن فلفل وطماطمية واحدة بس، منكترش الطماطم. عندنا الفراخ طبعا غسلينها كويس وشطفينها، هننزل عليها بالبصل اللي احنا فرمناه مع قرن فلفل، قرن فلفل رومي. دي بقى بهاراتنا يا جماعة، ملح وفلفل وكمون وتوم بودرة وبصل بودرة وبهارات فراخ. هنتبلها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهنحاول ان احنا ندخل التتبيلة بتاعتنا بين الجلد وبين اللحم بالظبط كده، وهنسيبها ساعة. هنجيب بقى الفرن بتاع دي فرن بوتاجاز عادي جدا يا جماعة، زي الموجود عندنا في أي بيت. كنت مشغلاها وغسلت الشواية كويس أو الشبكة دي يعني، ودهنتها بزيت الأول. هنزل عليها بالفراخ كده. طبعا الفراخ دي أنا سبتها قد ساعة كده في التتبيلة دي، وهنزل كده بالفراخ على الشواية زي ما انتوا شايفين. وهنحط الصوص كده وهنزوده مية، على فكرة أنا كنت بزود الصوص ده كل شوية مية. وهنسيبه بقى، أنا كده معلية الفرن عليه يا جماعة وسايباه بقى كل الصوص بتاع الفراخ ينزل كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى جبت معلقتين صلصة، برضو تبلتهم بنفس البهارات، ومعلقة عليهم معلقة زيت. دهنتهم كده زي ما شايفين، دهنت على وش الفراخ. والله يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا كنت قلب الشقة النهاردة. كانت مطعم بصراحة، يعني كانت مطعم ابو حاتم كده. كان اللي بيعدي في الشارع، يعني كانت مقلوبة مش الشقة بس، كانت مقلوبة الشارع. اللي بيعدي بيقول لي في مطعم فراخ مشوية. يعني عايزة اقول لكم ان الريحة كانت جايبة اخر الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى بعد ما الفراخ دخلت على السوا، عندي فحمة سويتها من فوق، او يعني الفحمة دي انا ولعتها على عيون البوتاجاز وبعدين نزلتها كده. الدهن بقى بتاع الفراخ كان بينزل عليها. وغطيت الفراخ بقى يا جماعة، غطيت الفراخ عشان تستوي معانا وتطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينها دي. كانت تحفة يا جماعة، والله فراخ كأنها جايبينها من اغلى المطاعم الفراخ المشوية زي ما انتوا شايفين كده. بجد يعني الطعم احلى من الصورة. وهي في فرن البوتاجاز. طبعا كان لازم نعمل جنبيها كده شوية محشي مشكل، ورق عنب وكوسة وبتنجان. اللهم صل على سيدنا محمد. دي شوربة فراخ يا جماعة كانت عندي في الفريزر، بصراحة بتنفع الشوربة أو هياكل لو عندك لما تحبي تشوي فراخ. عملنا بقى شوية ورق عنب. السلام عليكم ورحمة الله.